Voilà, Maroc, c'est le pays voisin, c'est les mêmes. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي قناة ديما مغرب سبور، أهلا بكم. في البداية نبدأ مع الجزائري رياض محرز اللي خرج بتصريح أثار فيه المنتخب الوطني المغربي، حيث تحدث عن حظوظ المنتخبات في كأس إفريقيا القادمة. محرز قال بالحرف: هدفنا الوصول إلى النهائي، ولكن المنتخب المغربي هو المرشح الأبرز للتتويج باللقب لأنه سيلعب على أرضه وتحت الضغط. تصريح ذكي من محرز إذ حاول ينقل الضغط نحو المغرب ويخفف عن المنتخب الجزائري. وبالواقعية الضغط سيكون كبيراً على المنتخب المغربي، لكن في المقابل يضم لاعبين ينشطون في أكبر الأندية الأوروبية ومعتادين على التعامل مع مثل هذه الضغوط. ننتقل الآن إلى تصريح جميل للمدرب الفرنسي أوليفييه ديل أوغيلو الذي سبق له تدريب نايف أكارد، حيث تحدث عن انتقال الدولي المغربي إلى نادي مرسيليا قائلاً: أكارد لم يأتي إلى مرسيليا صدفة، بل لأنه كان من أولويات الإدارة. لقد جاء إلى ناد يريده فعلاً، وهذه نقطة إيجابية. وأضاف أن نايف يعرف جيداً أجواء الدوري الفرنسي، وقد صدق له التألق فيه، وهو الآن أمام تحد جديد مع ناد كبير وطموح. كما أكد أن أكارد لاعب ذكي ومنضبط، تطور كثيراً على المستويين البدني والتكتيكي، وعمل على معالجة نقاط ضعفه. وتمنى المدرب أن يبتعد عن الإصابات، لأنه يملك كل المقومات ليكون قائداً في دفاع مرسيليا كما هو في المنتخب المغربي. وختم حديثه بالقول: إن مرسيليا نادي استثنائي يحتاج لاعبين بشخصية قوية، ونايف من هذا النوع، مؤكداً أنه واثق من أن اللاعب سيكون ركيزة أساسية في الفريق هذا الموسم. أما بخصوص عبد الرزاق حمد الله، فقد كشفت صحيفة الرياضية السعودية، وهي الأكبر هناك، أن المهاجم المغربي في طريقه لمغادرة نادي الشباب، والوجهة المقبلة بنسبة كبيرة قد تكون نادي الفتح الذي يلعب في صفوفه المغربي الآخر مراد باتنا. حالياً إدارة الفتح في مفاوضات مع إدارة الشباب لضم حمد الله. وتجدر الإشارة إلى أنه قبل تداول هذا الخبر كانت هناك تقارير أخرى تفيد بأن المدرب كواسير استبعد اللاعب وقرر عدم الاعتماد عليه ضمن خطته للموسم الجديد، دون توضيح ما إذا كان ذلك لأسباب فنية أو نتيجة خلافات. وأخيراً نصل إلى خبر اللاعب بنجمان بوشواري، حيث كشف موقع فوت ميركاتو اليوم أن الدولي المغربي في طريقه إلى تركيا للخضوع للفحص الطبي تمهيداً لانضمامه إلى نادي طرابزون سبور. وربما أثناء مشاهدتكم لهذا الفيديو تكون الصفقة قد أعلنت بشكل رسمي. جدير بالذكر أن طرابزون سبور كان قد تقدم بعرض أول قيمته 3 ملايين يورو، إلا أن إدارة سانت إتيان رفضته مباشرة، ليعود النادي التركي ويرفع عرضه إلى 4 ملايين يورو، إضافة إلى 1,000,000 يورو كحوافز مرتبطة بالأداء. أما العقد فمن المتوقع أن يمتد ل3 سنوات مع خيار التمديد موسم إضافي.